السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي في الله، اليوم إن شاء الله غندير معكم فيديو جديد. المكدوس السوري بالزيتون والقرقاع. نتمنى الوصفة تعجبكم، نتمنى تنال الاستحسان ديالكم. كالعادة إلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من التعاليق الزوينة ديالكم اللي كتحفزني باش ديما نحط لكم الجديد. نخليكم مع الفيديو ومع طريقة التحضير. المهم المقادير البنات اللي كنحتاجوا لهذه الوصفه. وبالنسبه لهذا المكدوس يعني درتو انا بطريقتي الخاصه، يعني شفت بزاف ديال الاخوات كيصايبوه، ولكن درتو بالطريقه اللي شفتو عند ديك السيده وذقتو عندها وعجبني. المهم بالنسبه للمقادير كنحتاجوا الفلفله بجميع انواع الالوان ديالها، يعني الحمراء ولا الخضراء ولا الصفراء، اللي عنده شي حاجه متوفره في الدار. الزيتون كنقطعوه بحال هكا على 4، كل زيتونه كنقطعوه على 4. اللي بغى يقطعوه على 2 طروفه يقطعوا. كناخذوا يعني كميه متساويه من القرقاع الزيتون. وبالنسبه للفلفله لاحظت بان كاينين شي اخوات اللي كيطحنوا الفلفله وكيصفيوها وكياخذوا يعني غير داك اللب اللي بقى منها. انا حاولت نقطعها لان كتعجبني يعني الفلفله بالطريقه اللي صايبتها، يعني كتعجبني بهذا الشكل. يعني قطعتها ونشفت كل شيء نشفتهم بالورق ديال المطبخ، ودرت لهم عاوتاني واحد المنديل، يعني نشفت العناصر كامله باش ما يكونش فيها الماء، باش الوصفه ديالنا ما كتخسرش. بالنسبه للقرقاع البنات، كنشدوا القرقاع، يعني ما كنقطعوا لها بموس لا والو، يعني كنشدوا القرقاعه كنديروها بين الاصبع ديالنا وكنحاولوا نقطعوها، يعني كتطرطقيها وكتمشي يعني قطع غير متساويه، واحد صغير واحد كبير واحد متوسط وهي غاديه بحال هكذا. المهم هذه هي الطريقه باش يعني الطريقه الاوليه باش كنوجد داك الخليط ديالي. انايا عندنا البنات الثومه. المهم انا حيت ما عنديش قرعه كبيره قسمت الخليط على 2 قرعات كما كتشوفوا، درتو في 2 قراعي. ها القرعه الاولى وها القرعه الثانيه، انا درتها البارح في الزيت، ودابا عاد غادي نكمل ليها المقادير ديالها. المهم هنا عندي الثومه، غندير في كل قرعه 3 د الفصوص، عندي الربيع على حسب القراعي بجوج، عندي البزار حبوب كما كتشوفوا، البزار حبوب حتى هو على حسب القراعي بجوج. هادو المزاود ديال الفلفله الحاره. هذا الازير غادي نقطع، ناخذ غير داك العريشات وغادي نقطعهم بالموس كل واحد على 2 ولا 3. وهذا الكمون ها هو منقي، وهذا غنقسمو حتى هو على القراعي بجوج. صافي البنات، المهم هادشي هو اللي غادي نصايب دابا، خليكم مع الفيديو. المهم هنا البنات الفلفله غادي نقطعها هكذا، كل وحده غادي نقطعها على 4 دغيوس.
المهم دابا منين عندنا الثومه مقطعه وربيع، غادي ناخذ القطعه ديالها. هانتوما كما كتشوفوا الخليط رانا صايبته. دابا غادي ناخذوا البزار، غادي نديرو نص البزار هنا، نص البزار هنايا، نزود ديال الفلفله جوج هنا وجوج هنا. غنجيو البنات دابا الكمون، المهم هنا البنات بعد ما حيدنا العواد كاملين ها بقى غير الازير اللحم. هذا غادي نقسمو على القرعات بجوج. غنحاول نوريك عليه غير شويه ندير هكا باش ما يطير ليا، باش ما يطيرش مع حيت كارم. المهم هذه الكميه هذه غنقسمها على القرعات بجوج. هذه الكميه اللي كتشوفوا غنقسمها عليهم بجوج، غندير حيت ما عنديش قرعه كبيره، داكشي علاش درت هذه الصغيره. غندير هذه الكميه هنا وهذه الكميه غادي نديرها هنايا. المهم البنات هنايا بعد ما ضفنا جميع هذوك المواد اللي وريتكم، هانتوما كيولا الخليط صافي. دابا كنخليوه يترقد بجميع العناصر اللي درنا. وبالنسبه للزيت راها مغطيه، راه يعني طالعه مغطيه مزيان صافي. انا بالنسبه لي عندي هاد الغلاقات فيهم، هاد الغلاقات فيهم هذا فيهم السيغورو، يعني ما غيدخل لهم لا برد لا والو صافي كنشدوهم. وهذه هي الوصفه السوريه.